طبعا كلنا عرفنا وسمعنا عن العرض الجديد اللي نزلته سامسونج، اللي هو التقسيط لحد 24 شهر بدون مقدم ولا فوائد ولا مصاريف إدارية. طبعا في العرض ده في موبايلات كتير عظيمة من سامسونج نزلت الفترة اللي فاتت وتستحق ان احنا نشتريها في العرض ده. لكن في موبايل جديد نزلته سامسونج الفترة اللي فاتت. الموبايل ده تسعيره كان غريب شوية، وفي الفيديو ده هقول لك هل يستحق ان احنا نشتريه في العرض ده، هل يستحق اصلا ان احنا نشتريه عامة، ولا نستنى ان سعره ينزل شوية، ولا في موبايلات في نفس السعر ده بامكانيات احسن. كل ده هجاوبك عليه في الفيديو ده في مراجعة موبايل السامسونج جالاكسي اس 25 الاف اي. الاس 25 اف اي في حاجات كتير محدش بيتكلم عنها خالص، عيوب كده مستخبية في وسط المميزات، والغريب ان الناس كلها ساكتة عليها وكأنها مش شايفاها. بس انا في الفيديو ده جاي اقول لك على كل حاجة بمنتهى الصراحة من غير لف ودوران. ويلا بينا نبدأ. ايه الاخبار يا صديقي؟ يا رب تكون بخير. نبدا باول حاجه في الموبايل ده الا وهي التصميم. بصراحه اول ما تمسك الموبايل ده هتحس فعلا ان انت ماسك موبايل غالي جدا في ايدك. خامات تحفه، ظهر من الازاز المصنفر مع فريم من الالومنيوم بيديك احساس ممتاز جدا في الايد، وطبعا مقاومه ميه وغبار اي بي 68 وده المعروف عن سامسونج في اجهزتها الغاليه. بس الغريب ان هو تقريبا تصميم الاس 24 اف اي. الكاميرات هي نفس الشكل، مش على الشكل الجديد اللي فيه حلقات زي في سلسله ال 25 الجديد. بس برافو سامسونج، الخامات فعلا فخمه ومفيش اي استرخاص خالص. الوزن كمان خفيف 191 جرام، على عكس السنه اللي فاتت في الاس 24 اف اي كان 213 جرام. فالموبايل بقى انحف واريح كتير في الايد. ونيجي دايما للنقطه اللي بتبدع فيها سامسونج وهي الشاشه. عندك طبعا الشاشه المعروفه من سامسونج الدايناميك اموليد ال 2 اكس 6.7 انش 120 هرتز فول اتش دي بلس، وسطوع بيوصل ل 1900 نت، يعني تحت اشعه الشمس هتشوفها بمنتهى الوضوح. الالوان طبعا مفيش اي غبار عليها، وكمان مع الاتش دي ار 10 بلس هتشوف الفيديوهات بمنتهى الوضوح. هنا بقى اللغز اللي هيحير فعلا، الشاشه مش ال تي بي او، يعني التردد بينزل من 120 هرتز ل 60 هرتز، مش 1 هرتز زي موبايلات الفلاج شيب بتاع سامسونج. وده طبعا هيأثر على عمر البطارية، ودي تقريبا نفس الشاشة بالظبط بتاعت السنة اللي فاتت، حتى كمان لسه زي ما هي فول اتش دي بلس، مش حتى 1.5 كي ولا 2 كي، لا فول اتش دي بلس بس. حتى البكسلات مفيش فيها اي تطوير من السنة اللي فاتت، بس ده ما يمنعش ان هي برضه تظل شاشة روعة، وستظل من اقوى الشاشات في الفئه. ندخل بقى على الموضوع اللي محتاج تركيز شويه. الاس 25 اف اي جاي بمعالج السنه اللي فاتت الاكزينوس 2400، وده نفس المعالج اللي كان موجود في اجهزه الفلاج شيب من سامسونج السنه اللي فاتت. يعني الاداء قوي جدا، بس برضه مفيش جديد، ودي حاجه فعلا تحير. يعني في الالعاب مثلا بابجي شغاله لسه على 60 فريم، مع ان المعالج يقدر يشغل لحد 120 فريم. بس نفس اللي بكلمك فيها صديقي كل مره عن معالجات اكزينوس، وهي دعم المطورين ليها. هو طبعا معالج قوي، لكن برضه مشكله دعم المطورين لسه موجوده، وكمان موضوع السخونه لسه موجود، حتى لو قلت شويه عن الجيل اللي فات لسه 24 اف اي. وسامسونج قالت ان هي كبرت مساحه التبريد 13% زياده، وده فعلا حسن في الحراره شويه، بس لسه بتحس بالسخونيه لما تلعب لفتره طويله. والموبايل نزل بواجهه الوان يو اي 8 مع اندرويد 16، وده تقريبا تاني موبايل نزل بالوان يو اي 8 والاندرويد 16 بعد سلسله الزي من سامسونج. مفيش طبعا تهنيجات، وكل مزايا الذكاء الاصطناعي موجوده على الموبايل ده، زي تعديل الصور والفيديوهات. كل مزايا الذكاء الاصطناعي هتلاقيها موجوده على الموبايل ده. نيجي بقى للنقطه اللي مخلياني انا محتار شخصيا، الا وهي نقطه الكاميرات. سامسونج تقريبا بقالها 3 سنين او اكتر بنفس العدسات، نفس سيت اب الكاميرات. الكاميرا الاساسيه ال 50 ميجا بكسل، مع الكاميرا ال 12 ميجا بكسل الالترا وايد، مع الكاميرا التليفوتو ال 8 ميجا بكسل اللي بتديك اوبتيكال زوم لحد 3 اكس. وتقريبا بالنسبه لي التحسين الوحيد هي الكاميرا السيلفي اللي كانت 10 وبقت 12، بس من ناحيه الجوده هي لسه كويسه جدا، صور نقيه جدا، الاتش دي ار اللي دايما مظبوط في عدسات سامسونج، والالوان اللي بقت واقعيه جدا. حتى التصوير الليلي اتحسن بسيط شويه عن الجيل اللي فات. الموبايل بقى بيصور 8K و4K 30 فريم على كل العدسات، ودي ميزه قويه جدا. بس بصراحه كان نفسي اشوف سنسور جديد او معالجه صور جديده، حتى خصوصا المنافسين من الشركات الصينيه او حتى ابل بقى عندها خطوات كبيره قوي في موضوع التصوير. بس يظل هي كاميرات ممتازه، لكن مشكلتها ان هي ما اختلفتش عن السنه اللي فاتت. نروح بقى للبطاريه اللي هي كبرت وبقت 4900 ملي امبير مع شحن سريع 45 واط، والموبايل بيشحن لاسلكي 15 واط. والشحن ال 45 ده جديد، لان السنه اللي فاتت كان 25 واط بس. والبطاريه هتكمل معاك اليوم حتى مع الاستخدام التقيل، كمان مع الذكاء الاصطناعي اللي بقى بيتعلم من استخدامك، فهيظبط لك استهلاك البطاريه على حسب يومك. نيجي بقى للسؤال المهم، هل يستحق ان احنا نشتريه؟ بص يا صديقي، الموبايل ممكن تلاقيه وممكن ما تلاقيهوش بضمان محلي، لكن دولي هيبقى تقريبا عامل 30 او 31 الف جنيه
من غير ضريبه، يعني لسه هتضيف عليها الضريبه. فانا شايف في السعر ده انت ممكن تعلي شويه بسيط وتجيب الاس 24 بتاع السنه اللي فاتت. الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليك تشتري الموبايل ده بالسعر ده ان انت بتدور على تجربه الذكاء الاصطناعي كامله باقل سعر، لكن انا شايف ان الموبايل ده ما قدمش كتير عن الجيل اللي فات. وكمان لو انت مش هتقدر تجيب لا البلس ولا الالترا، خليك في الاي 56، هيقدم لك تجربه ما تختلفش كتير عن الموبايل ده. انما بقى لو استنيت شهر او اتنين وسعره نزل، ممكن ساعتها يبقى صفقه محترمه. وقول لي يا صديقي رايك في الكومنتات، لو سامسونج عرضت لك الاس 25 اف اي والاس 24 بتاع السنه اللي فاتت بنفس السعر، هتختار مين؟ ولو انت وصلت لحد هنا فما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب، لانه ده بيفرق كتير. سلام.